النهاردة أقول لكم عن بعض الأشياء اللي بتؤدي لتعب القولون وبعض الحاجات اللي ممكن تريح القولون. أول حاجة هنتكلم عنها المشروبات الغازية، ودي اللي بتؤدي لتعب القولون طبعا. أما البابونج من الحاجات اللي بتحسن القولون بتاعنا وبتخلي حركته أحسن بكتير. طيب بالنسبة لو السهر من الحاجات اللي بتؤدي إلى تعب القولون، أما النوم العميق والنوم الكويس بيؤدي إلى راحة القولون بتاعنا. المية الساقعة اللي فيها تلج من الحاجات اللي بتتعب القولون، أما المية الفترة من الحاجات اللي بتريح القولون. كمان الوجبات اللي فيها دهون عالية من الحاجات اللي بتتعب القولون، أما الوجبات اللي فيها ألياف كتير من الحاجات اللي ممكن تريح القولون. أما لو أكلنا وجبة كبيرة تقيلة مرة واحدة من الحاجات اللي هتتعب قولونك، لكن لو أخدنا بورشنز أو حاجات صغيرة على فترات هتريح القولون. الحلويات المصنعة من الحاجات اللي بتتعب جدا جدا القولون، أما حاجة زي التمر من الحاجات الكويسة جدا اللي ممكن تريح القولون. القعدة في مكانك وتقعد تشتغل أو تتفرج على التلفزيون فترة طويلة وما بيبقاش فيه أي نوع من الحركة، دي من الحاجات اللي بتتعب القولون. أما لو في حتى نشاط خفيف أو مشي أو حركة بسيطة بتريح جدا قولونك. طبعا الضغط النفسي من الحاجات اللي بتتعب القولون، لكن لو الإنسان دايما اتنفس تنفس عميق وكان في أماكن تريح نفسيته كل ما يقدر، القولون بتاعه هيستريح طبعا. كمان من الحاجات اللي ممكن تتعب القولون هي الأجبان المصنعة، ومن الحاجات اللي في الأكل اللي ممكن تريح القولون هي الزبادي. وأخيرا الخضار الني ساعات أو السلطة بتتعب القولون، أما الخضار المطبوخ بيبقى مريح شوية للقولون. دمتم بخير ويا رب أكون فدتكم. باي.